ما كانش ينفع رمضان يخش علينا من غير ما ناخد الخطوة ديت. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات دوت. ديت أول فيديوهات من سلسلة فيديوهات رمضان. إن شاء الله هنعمل روتين حلو جدا قبل رمضان عشان رمضان يخش علينا بنظافة وسعادة. هنا بقى اللهم صل على النبي. دوت اول روتين هعمله في الاوضه عند ماما. طبعا لسه هنكمل بقيه الشقه بس ما رضيتش اعمل الشقه كلها مره واحده في فيديو واحد. ان شاء الله كل يوم هينزل لكم فيديو مختلف. عايزاكم بقى تشجعوني وتوصلوا الفيديوهات لاكبر عدد من اللايكات وكمان كومنتات حلوه زيكم تشجعوني بيها. واي فيديوهات انتوا حابينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم على طول. طبعا اللهم صل على النبي. الناس اللي هتستغرب من اللي معايا دوت اخويا. مش شرط اللي مثلا عشان الاخ مثلا راجل ما يعملش حاجه، لا. ممكن مثلا في عندها صبيان بس على فكره. الترويق ولا للستات بس ولا حتى للبنات بس، لا. ممكن اخ واخت يساعدوا بعض او حتى ولدين ان هم يعملوا ويساعدوا مامتهم. انا هنا كانت ماما تعبانه وقلت الاول ابدا بشقه ماما وبعد كده ابدا بشقتي. سامحوني اذا كنت متلخبطه شويه. هنا الاول حاجه طبقت بقى الغسيل وبعد كده طبقت البطاطين. هنغير بقى نظام الاوضه. خليكم مكملين معايا الفيديو للاخر. الفيديو ان شاء الله هيعجبكم قوي. زي ما قلت لكم بقى عايزاكم تشجعوني كتير كتير قوي. دوت تاني فيديو اعمله بوشي. طبعا للناس اللي استغربت اللي انا ظهرت على القناه، انا كنت حابه الموضوع دوت من بدري قوي. بس هحكيه لكم يعني لو انتوا حابين تعرفوا كان ايه السبب اللي انا ما اطلعش في الاول. اكتبوا لي في الكومنتات وهعمل لكم بقى فيديو لوحده يعني وهحكي لكم بقى عن القصه من اولها لاخرها. هنا بقى ابتديت بقى ان انا ازق ترابيزه الكمبيوتر. مش قادره اقول لكم بقى الاوضه كانت مكركبه. كانت ماما عيانه الصراحه وكان يعني بقى لها يومين ما عملوش حاجه. وعندي اختي في الامتحانات والتاني برضو في الامتحانات، يعني الاتنين في الامتحانات. هنا بقى قلت يلا بقى كان اخويا بقى قاعد. قلت بقى يلا استغله الصراحة. يعني محدش يقوله، قلت استغله. وان انا ايه خليه بقى يساعدني وكده عشان طبعا الحاجات ديت طبعا هنقل والحاجات ديت هتبقى صعبة وهتاخد مني وقت اكتر اللي انا اعمله لوحده. طبعا انا هنا بشجع كل شاب وكل ولد بيتفرج عليا اللي هو يساعد مامته او يساعد اخته او حتى اي راجل يساعد مراته. مش عيب ولا حرام. على فكرة الشغل دوت مش للستات بس، ساعات بتبقى رجالة بتعمل كمان احسن. بتعمل احسن من البنات. طبعا في كمان رجاله اللي هي بتبقى عايشه لوحدها. بتبقى طبعا هي اللي بتنظف وهي مثلا هنا بقى كل كنت فرحانه قوي بقول لكم كل ما اروق بلاقي 10 جنيه. مش عارفه ليه. يعني في الاوضه اللي فاتت برضو روقتها لقيت 10 جنيه. في الاوضه دي برضو روقتها لقيت 10 جنيه. حظي حلو بس ب10 جنيه بس يعني. عايزاكم بقى تتفرجوا على الفيديو للاخر. عايزين بقى نشجع بعض كتير. طبعا لو في واحده مكسله وفي مثلا شقتها عايزه تعمل فيها حاجه عايزاكي بقى تقومي تعمليها قبل رمضان. ما ينفعش بقى رمضان بقى يخش علينا بكركبه وبهدله. لا، رمضان عندنا احسن من العيد بكتير. طبعا احنا طبعا في العيد بنقلب الشقة عليها واطيها عشان يومين العيد بس. لا، احنا المفروض بقى نقلب الشقة عليها واطيها واكتر كمان من العيد في رمضان. رمضان 30 يوم هنا وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يجعل رمضان وش الخير عليكم ويجعلكم دايما مبسوطين وتحققوا اللي نفسكم فيه. عايزاكم بقى تدعوا كتير يا بنات. وكل واحدة نفسها في حاجة تدعي ربنا. طبعا الآية جدا والدعاء كمان مستجاب فيها. كل مثلا نفسها في الذرية الصالحة ربنا يا رب يرزقها. واللي نفسها كده تتخطب او تتجوز ربنا يا رب يرزقها ويفرحها. ادعوا بقى. بصوا طول ما انتوا قاعدين ادعوا وبالذات كده. يعني من بعد الساعة 2 بالليل بجد يعني احساس جميل قوي انت كده تقعدي مع نفسك بعد ما كله ينام وتدعي ربنا بجد يعني. لا، احساس روعه. جربوه يا بنات. اللي ما جربوش لا لازم تجربوه. هنا بقى كنت بقى بحاول السرير. طبعا كنسته ومسحت البلاط كويس قوي بميه وكرور وكمان برسترجل عشان طبعا انتوا عارفين البلاط غير السيراميك يعني وكده. هنا بقى الناس اللي هتستغرب مثلا ايه الحاجه اللي تحت السرير ديت. الحاجه ديت جهاز اخواتي وكده. وطبعا يعني زي ما انتم عارفين زي ما انتم ما واخدين بالكم كمان مش عارفين اللي هو في الدور الارضي. مش قادره اوصف لكم. يعني انا لو قلبت السرير ديت بعد يومين هلاقي كميه تراب بطريقه فظيعه. لا بجد الدور الارضي ده فظيع. ان شاء الله بقى هصور لكم في شقتي على قريب. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا عزلت وكده. للناس طبعا اللي حابه تشوف شقتي الجديده ان شاء الله هتعجبكم. هي صغيره ومحندقه على قدي. يعني التانية كانت اوسع بس ديت مرتاحه فيها اكتر. ان شاء الله ربنا يسهل وان شاء الله يعني تدعموني وتشجعوني. وان شاء الله يعني احقق اللي نفسي فيه وربنا يعني ان شاء الله يعني
عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الحمد لله على كل يجيبه ربنا. طبعا للناس برضو اللي حابه تعرف ايه القصه اللي انا سبت شقتي وبسبب ايه والكلام دوت، ان شاء الله يعني هعرفكم على قريب. هنا بقى يعني حطيت الحته على المرتبه عشان ننقل الكرسي. الكرسي ده الصراحه كنت عايزه ارميه. عايزاكوا امانه عليكم ان انتوا تقولوا في الكومنتات لماما ارمي الكرسي دوت، مش عاجبني خالص. لو انتوا برضه حابين اللي هو يبقى موجود يعني قولوا لي في الكومنتات لا خليه كويس. بس انا الصراحه مش حاباه، كنت عايزه اوسع المكان. بس اعملوا يعني حسابكم للنظام دوت يعني. احنا قلنا نغير كده لمده يعني في رمضان وكده، بس احنا يعني في نص رمضان ان شاء الله هنبيض وهنبيض مع بعض. وكمان هشجعكم كمان ان انت مش شرط تجيبي صنايعي، لا بايديك البياض لوحدك في البيت وتخلي شقتك جنة. في حاجات بسيطة بايديك تعمليها وما تبقاش مكلفة، وكمان هتحسي بتغيير في البيت. هنا بقى ابتديت بقى اللي احنا برضو نعمل السرير التاني. هشيل بقى المرتبة. بس الصراحة بقى يعني وانا بنقل السرير المقطع ده سامحوني اتقطع. هنا بقول لكم شايفين يعني شايفين بيعملوا فيا ايه. الصراحه ماما والله ما قالتليش يعني اعملي حاجه، انا اللي من نفسي. طبعا كل بنت مثلا لازم تعمل لامها، ما كنتش انت تعملي لمامتك مين هيعمل لها؟ مش شرط اللي احنا نفضل 24 ساعه قاعدين على النت او على التليفون ومكسل. لا قومي تشجعي كده. الفيديوهات طبعا ديت انا عارفه طبعا هي بتشجع ناس كتير. يعني انا عن نفسي لما بتفرج على فيديو بتلاقيني كده يعني لو انا مكسله ببقى عندي باور وعايزه اقوم اعمل كل حاجه. او طبعا كل برضو بنوته طبعا متجوزه وعندي حماتها، مش شرط ان انت تقولي لا دي حماتي ومش لازم اللي انا اعمل لها، لا بالعكس اعملي لها لما انت تكسبي دعاها. احسن مثلا ما تدعي عليكي وتبقى مثلا متضايقه منك. على فكره العميل ما بيتعبش، بالعكس انت لما بتعملي اصلا بتدي مثلا لجسمك باور، وبتقوم وتتشجعي وبتبقى عايزه مثلا كده تقلبي الشقه عليها وطيها. هنا بقى خلاص بقى كنست وخلصت. مش قادره اقول لكم بقى الستاند وقع حته وقعه، يعني ستر ربنا اللي التليفون ما اتكسرش والله. يعني ربنا كده ماشيه معايا بستره. الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. هنا بقى نقلنا السرير وحطيت الكرسي في النص. انا الصراحه كنت حابه احط ترابيزه الكمبيوتر، بس طبعا الكرسي ما ينفعش الناحيه التانية. عايزاكم بقى في الكومنتات تقولوا لي اسيب الكرسي في النص ولا ارجع ترابيزه الكمبيوتر اشياء، او كمان نرميه او ما نرميهوش. يعني شوفوا بقى اللي انتوا عايزينه وساعتها هحكم على ماما. عايزاكم بقى تشجعوني كتير قوي قوي قوي. عايزاكم توصلوا فضل اكبر عدد من اللايكات. وسامحوني اذا كنت مثلا متلخبطه شويه، زي ما انتم عارفين دوت تاني فيديو اللي انا اعمله. ومثلا يعني هتلاقوني بقى مكسوفه شويه متلخبطه شويه. بيديكم ان شاء الله وبكلامكم الحلو اللي انا هتشجع واعمل كل حاجه. هنا بقى ابتديت بقى اللي انا افرش الملايات طبعا من الفضل كلها. بس طبعا سامحوني زي ما قلت لكم التليفون وقع. بس يعني اهو الحمد لله. هنا بقى ابتديت بقى هركب بقى اكياس المخدات. هو الموضوع ما خدش مني وقت خالص. هنا بقى كانت خلاص اخويا مهمته خلصت وطلعته ايه بره. قلت له بقى سيبني بقى اكمل انا بقيه الفيديو مع حبايبي. عايزاكم بقى تقولوا لي فيديوهات التحديات احلى ولا روتينيات احلى ولا الطبخ؟ يعني انا طبعا هنوع ان شاء الله وهعمل مع كل حاجه، بس الحاجه اللي انتوا حابينها هعملها معاكم اكتر. بس ان شاء الله بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه وتشجعكم وكمان اللي هي تعجبكم. يعني مره مثلا روتين، مره تحدي، مره طبخ اللي انتوا مثلا تتشجعوا، مره مثلا فروج خروجه. بس طبعا زي ما انتم عارفين احنا في نص شعبان وما فيش وقت يعني اللي احنا اصلا يعني نخرج. طبعا خلاص رمضان فاضل له 15 يوم. عايزين بقى اللي احنا بقى ننضف شقتنا، لو في حاجه ناقصانا نجيبها. ان شاء الله لما اجي اجيب مثلا حاجات رمضان هوريها لكم برضو، اللي انتوا برضو تتشجعوا. مش مثلا لازم ان احنا نجيب كل حاجه مره واحده، لا ممكن نجيب حاجه حاجه ونركنها في البيت. طبعا الحاجة غالية جدا. ممكن مثلا نجيب كيلو رز ونركنه كيلو في كيلو هيبقى مثلا 2 كيلو او 3 كيلو. نجيب مثلا المكرونة نفس النظام. من كل حاجة لو جبنا مثلا منها نص او كيلو بالفلوس اللي فاضت معانا ان شاء الله رمضان هيخش علينا يعني وهتبقى مستورة معانا وكمان حاجتنا في بيتنا. هنا بقى اللهم صل على النبي. خلاص بقى خلصت السراير. هبتدي بقى اللي انا ايه افرش الترابيزه بتاعه الكمبيوتر وهبتدي بقى اللي انا امسح. خلاص كده يعتبر الاوضه خلصت. يعني الموضوع سهل وبسيط. عايزاكم بقى تقوموا وتتشجعوا وتعملوا بقى اي حاجه بيكم ناقصاكم، سواء بقى عند مامتك او عند حماتك او حتى في شقتك. انا الصراحه شقتي نظيفه. انا بقى عيالي كانوا لسه جايين من الحضانه طبعا دخلوا يسلموا عليا. بيقولوا لكم باي باي. انا طبعا شقتي نضيفه عشان لسه بقالي شهر بالظبط نقله في الشقه. طبعا ما لحقتش اللي هي تتوسع. بس ان شاء الله هوريها لكم. وعايزاكم بقى زي ما قلت
ادعوا، ما تفوتوش يوم من غير ما تدعوا فيه. طبعا يعني الايام ديت ايام جميله جدا، وكمان رمضان ده نقابل كده رمضان كده بنيه صافيه ومخلصين طبعا كل ذنوبنا. طبعا زي ما انتم عارفين طبعا شهر شعبان بيطلع فيه الاعمال عند ربنا، طبعا سواء بقى حلوه وحشه ربنا هو اللي هيحاسبنا علينا. بس احنا نحاول على قد ما نقدر اللي احنا بقى نعمل الصح، واللي احنا طبعا عارفين اللي احنا عملناه غلط، اللي احنا نقعد نستغفر ربنا ونخليه اللي هو يسامحنا، ونسمع مثلا قرآن مثلا. يعني لا، ما تفوتوش الشهر بجد، الايام دي جميله جدا. ممكن انا مش قادره انا اوضح لكم شويه، بس يعني اكيد انتوا طبعا فاهميني وحاسين. زي ما قلت لكم كمان عايزاكم بقى يعني تقابلوا كده رمضان كده بنظافه وسعاده ونيه صافيه. طبعا لو حد زعلان من حد يعني ما تزعلوش مثلا، وكلموا مثلا انتوا زعلانين منه. هنا بقى بقول لكم ان انا خلصت الاوضه، عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الاوضه بعد ما عملتها. ما تنسوش بقى الله يكون الاشتراك في القناه وكومنت حلو زيكم تشجعوني بيه.